سمعنا بالحرقة أو بلوتو محاولة الحرقة اللي فشلت واللي قتلت الركاب متاعها الكل إلا ناجي واحد واللي هما صغار مراهقين وشباب. إن شاء الله ربي يغفر لهم ويرحمهم، وإن شاء الله يغفر للي دبروا عليهم وشجعوهم ووالديهم اللي خليوهم يمشيوا للموت ساقيهم وبالفلوس شارين الموت. إن شاء الله ربي يغفر لهم ويصبرهم خاطرها مصيبة، أما هذا ما يمنعش اللي كلمة الحق لازمها تتقال. في بالك تعرفوا علاش الحرقة ما تجيش وهي ساق والقانون يعاقب عليها؟ لقيتوا الأفارقة الغير نظاميين اللي عنا متاع جبنوب الصحراء في تونس كيفاش كلكم تكروهم وتحبوا تهرجروهم وترحلوهم؟ إيبا توانسة ولاو هكاك عندهم سنين وعقود. تعرفوا علاش؟ جورة العباد اللي تحرق. يا سيدي شد عندك هاو باش نعطيكم بالديتاي علاش الناس تكره العباد الحارقة. أولا ناس لحبت تقرأ، لحبت تتعلم صنعة، لحبت تمشي تقرأ لغة وتتقنها بالكدا، حتى شيء ما يتقنوه بالكدا إلا العناد، صحة الراس، الانحراف، وبيان سور عادة لا كونسوماسيون تاع دروغ اكسسيف، ونهار كامل قاعدين في القهاوي، وكي تجي تحكي معاه يسكرها لك من البيبان الكل. قش علينا احنا معناها ماناش نعيشوا في نفس الحاجات وماناش معناها في نفس البلاد وفي نفس الوضع الخايب. بقينا هذوما الناس ما مشيوش حاولوا إلزيكزيرس ميتيي ويسقلوا الصنعة ويتعلموا الصنعة ويكبروا فيها ويصبروا كيف غيرهم. احنا صبرنا ب16 وب17 سنة سوبي ما نخلصوش العشر اللي نعطيو فيه خدمة، ب17 ساعة في النهار خدمة وكالسوية الزايدة من 12 ساعة اللي انتي طالع، هذوك ما نخلصوش فيهم ونخلصوا عبارة في عام 70 ماش أسوام متاع وقتنا هذا، وما قلناش بلادنا ما عطاتنا شيء. بيان كما في بالكش البلاد متاعنا تعطي فينا أبسط حاجة، كونك عندك التعليم مجاني. انتي ما قريتش، عملتك التكوين المهني متاع CAP، هذا إذا كان انتي ما وصلتش للليسي جوست في الكوليج تمشي تعدي CAP، والCAP بيدو تنجم تزيد فيه BTP تولي تاخل بالبروفي متاع التكنيسيان بروفيسيونيل وتنجم تزيد به الBTS إذا كان التخصص اللي عملته انتي متاع التكوين المهني يخولك باش تزيد BTS وتضرب شهرية باهية في أي بلاد تمشي لها مطلوبين. أما انتم اللي تحبوا تحرقوا كيفاش تاخذوا فيزا ولا كونترا دو ترافاي بقرايتكم ولا بصنعتكم كيما الناس وتمشيوا بقدركم، لازم تطيحوا لنا قدرنا توانسة الكل في القاعة ويزيدوا يشجعوا فيكم ولاد الحومة. كم شيء عمل يا ناس، راو حتى واحد فينا ما يجي يوريكم بالباو تاعي كيفاش يعيش وشنو الحاجات اللي متحملها. رانا بعينينا كي نصفروا البرا نشوفوا فيهم اي نخدموا بالعشرة 15 سنة باش نجموا نعملوا سفرة، والا نمشيو نخدموا في بلاد اخرى وما نقعدوا لهمش وما نسكتوش على حقنا ونبطلوا نعملوا ديميسيون ونروحوا ببلادنا نرجعوا للهم اللي كنا فيه وما نعطيوش للذل كارو باش يجي انا قاوري يذلني ويقول لي إميغري ولا سالغاب ولا درشنا اللي هما غادي هوني ما تخدموهمش الخدم متاع البني، الخدم متاع رفع الفضلات، أما غادي تخدموهم هوني. ما تحاولش باش تخدم وتسعى كما قالك ربي وتصبر باش ربي يعينك، لا تحب هكا دوب ما مخك قالك توا نحب نخدم تلقى خدمة تعطي فيك في مليين وانت قاعد ما تعمل في حتى إيفور هكا. معناه هذايا الفكر اللي خلى لجون تحب تحرق، الأفكار الزائفة اللي ماشي في مخاخهم غادي الجنة لوك غادي يغزروا لك خزرة متاع احتقار. يكفي كان تشوفوا أكل ميكرو تروتوار اللي عملوهم وقت اللي مشيوا لمدينة سبتة توانسة ودزيرية ومغاربة، كيفاش العباد اللي متعدية في الشارع تغزر لهم أكل خزرة الخايبة متاع خيط
تحبها روحك انت، ماشي لهم تجازف بروحك في البحر، شوف تحيا، شوف تموت، شوف توصل، شوف ليه وانت وعائلتك تحرموا في رواحكم باش تلمدوا فلوس الحرقه. تو الفلوس هذيك مش كان عملت بها اون فورماسيون بروفيسيونيل، وليت زازار ولا بيتزايولو، ولا وليت تعمل حاجه اخرى انت تحبها وتستسين فيها، وتولي عندك خبرة وتنجم حتى نهار آخر تحل ton propre projet، وتولي تصفر بقدرك بفلوسك بالفيزا متاعك توريست وتدور كيف ما تحب انت. لا لا، لازم تمشيو بالحاجات الغير شرعية، وتمشيو خلسة وبالسرقة كالسراق كي قتلت الأرواح، وتتبعوا في قتلت الأرواح اللي كانوا يحرقوا على خاطرهم غشي توسخوا في عائلاتكم وتوسخوا في التوانسة الآخرين جرة الحكاية هذوما، وتمشيوا غادي ما تلقاو شيء توليوا تسرقوا وتوليوا تباتوا في الشوارع. عليه عزة النفس لازم نقريوها للصغار وللكبار، لازم تتزرع من الصغر حب الوطن وعزة النفس، خاطر هذوما ما يتشروش بالفلوس، على خاطر اللي ما يفيقهمش على وضعهم واللي يشجع فيهم أكبر خاين شيطان رجيم. ميزمك تشجع عباد باش تحرق وتتحير وترزي والديها فيهم، لازمك تشجعهم باش يتعلموا حاجات، باش يتطوروا، باش يثقفوا، باش يسقلوا حاجات هكا دي سكيلز تكون فيهم، ويبداو عاملين جو على هالحاجة اللي يتعلموا فيها، وعاملين جو على الخدمة اللي يخدموا فيها، وتجيهم خدمة بتاع فلوس حلال، وتجيهم الحاجات اللي يديهم وربي يحلها بعد في وجههم. لا تحبوا بالسيف باللي مويان هكايا. ربي ما ظلمش وقت لي حبتها في سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سورة البقرة وكلام ربي ديجا ما سمعوهش، هذاك علاش ربي طايح فيهم، لا يصبروا، لا يحبوا بلادهم، لا يستحفظوا على نظافة بلادهم، أبسط شيء طفلة ولا طفل متدينة ولا مش متدين يطيشوا الكواغد في القاع، يعني ما يهمهمش هما وسخ البلاد، ما يخدموش لا في وجه البلاد، لا في صورة البلاد، لا في نظافة البلاد، لا في حب الوطن. ملا كان جاي كل واحد كما تحكيوا انتوما حقرة وحقرة ومحقرانية وتهميش يزمو يهج كيكا معناها حب الحرقة، ملاش بيهم جماعة غزة ما حرقوش هكا معناها. توا هذه حاجة ما باش تبروا بها والله لا تحشموها. وبالحق العبد اللي يحب عاد ما يتمنالوش حرق، يتمنى له ينجح في حياته، يقرأ، يسعى، يخدم، ويبدأ يطلع هكا في الليزيشلون بشوية بشوية للي يكون هو فرحان باللي يعمل فيه. وحتى كان باش يهاجر الحاجة ما خير مش الحاجة ما أتعس. ميديتي خاطر القليل اللي يفهمها هذا، كان اللي عنده عزة نفس